طب درست ايه يا استاذ جمال عشان تدي انا فتاوى درست في تجاره يا سيدي. تجاره؟ اه. وهل درس التجاره من الممكن ايه دراسه التجاره؟ ده اكل عيش. اكل عيش بس. علم حاجه وثقافه حاجه. استاذ جمال ايه يعني سنه 46 يا استاذ يا كابتن شوبير طلعنا كتاب اسمه ديمقراطيه جديده. في فصل بعنوان طلعنا مين طلعنا؟ انت ومين؟ انت لوحدك؟ كويس. كتاب اسمه ديمقراطيه. ليه بقى تقدر تقول لي ليه بتقول بصيغه الجمع؟ لاني اكره ان اقول انا. فاهمني؟ بعد كل أنا ده بتقرا بعد كل الجدل والصخب اللي عمله جمال البنا في الشارع، بس هو مش بيقول انا. ما بتقولش انا، بس فتاويك ايه بقى الكتاب ده بقى اللي صدر؟ في بعنوان فهم جديد للدين. نعرف الفهم الجديد للدين من الاستاذ جمال سنة 46. هنعرف الفهم الجديد بعد الفاصل. الحياة مش قناة شوفها، الحياة قناة عيشها. نعود للحوار الصاخب مع الاستاذ جمال البنا. فهم جديد للدين سنه 46 من 62 سنه. 46 سنه 46 يعني من 62 سنه. كان ايه الفهم الجديد؟ كان ايه بقى نوع الفهم الجديد؟ احنا قلنا فهم جديد للدين انه يعود الى القرآن مباشرة ولا يتقيد بتفسيرات المفسرين. السنة تضبط بمعايير من القرآن لأن السنة داخلها وضع كثير جدا. تحكيم. انت حضرتك معترف بالسنة ولا لا الأول؟ طبعا 100%. لنا كتاب اسمه الأصلان العظيمان. اللي هو انت برضه الكتاب والسنة. ما أنا قلت لك على المبدأ. خلاص وصلنا. احنا رجعنا لأن نحن عشان نهرب من أنا. مش تفخيم يعني؟ لا مش تفخيم. تمام. ولكن هربا من أنا اللي هي تفتح باب الشر كله. بس انت فتحت باب الشر على المسلمين كلهم يا استاذ جمال. انا فتحت باب الاصلاح. انا لكم ان تجددوا. عايزين تعيشوا زي ما كان ابائكم واجدادكم في هذا العصر. حضرتك في تلفزيون كان موجود تلفزيون في عهد. عندك بنات يا استاذ جمال؟ انا ما عنديش لا بنات ولا اولاد. لو عندك بنت هتقبل الواد يجي يبوسها في الشارع؟ برضه هنرجع تاني. نرجع نقول كيف تتحدث كما يتحدث العامة؟ طب تحدث حضرتك. فهمني الحديث اللي للخاص. هقول لك. احنا كنا بنتكلم على انفلات الشباب في الجامعة. ايه ليه انفلات الشباب في الجامعة؟ لان الاباء والامهات عسروا الطريق الى الزواج وضربوا عرض الحائط بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. كويس. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. هذا العمل، هذا الفعل السيء من الآباء والأمهات أنتج رد فعل سيء هو انفلات الشباب. ضروري كان الشباب يعملوا كده، فاهمني؟ ضروري انهم يتبادلوا قبولات، ضروري يعملوا زواج عرفي، ضروري يشذوا. ليه؟ كل فعل له رد فعل. كل فعل سيء هيكون له رد فعل سيء. ده صح. يبقى احنا دلوقتي بنحل الموقف.
احنا مش بنقول لهم بوسوا ولا ما تبوسوش، كويس. احنا بنقول ان الشباب وجدوا انفسهم في موقف يتحتم عليهم أيوة. كرد فعل هذه الصور من بس انت بترفضه. وبعدين احنا قلنا حاجه تانية بقى. بترفضه ولا بتقر يا استاذ جمال؟ نعم. بترفضه السلوك ده ولا بتقره حضرتك؟ مش برفضه. انا ما اقدرش ارفضه لانه عملي ده منطق، زي 1 زائد 1 يساوي 2. فعل سيء بيعمل رد فعل سيء ضروري. ما تقدرش انت تحول دون رد الفعل. ليه ما توجهتش؟ لو انت كنت قدير اتجه للفعل، خلي الاباء والامهات. ليه حضرتك ما توجهتش بالفتوى الى الاباء والامهات يا استاذ جمال؟ وانا قلت هذا. قلت لو ان كان الاباء والامهات قبلوا الحديث لما كان هناك اي مشكله، كانوا يتجوزوا. حضرتك داعيه مش كده؟ نعم داعيه طبعا. لماذا لم تصر على الدعوه؟ مش قدوتك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا سيدي. نعم. يعني انا انفق قدوتك والامهات كان في اصعب من دعوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا استاذ جمال؟ يا سيدي والنبي عليه الصلاه والسلام اولا النبي ثانيا قعد 13 سنه يعذب ويضطهد في مكه. ده انت عندك وسائل اسهل، عندك في وسائل مضاده اكتر، وانت بتظهر في كل ما شاء الله في وسائل مضاده اكتر. مش ندمان على اللي انت قلته. لا 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 خالص ابدا مطلقا. انا باصلح ان اريد الا الاصلاح. وانا بعالج المشاكل، ما عنديش النفاق الاجتماعي بتاعكم. المرأة فعلا ينفع تتجوز من غير توكيل، من غير ما قلناش كده ابدا. طيب قول لي. اولا قلنا ان الشرط الرئيسي للزواج هو انه عقد رضائي. كويس. ايجاب وقبول. اذا تم هذا فالعلاقة بقت شرعية. يعني لما اتنين يتفقوا فعلا انهم يأسسوا اسرة ويتجوزوا يبقى ده زواج حلال وليس زنا. اما التوثيق واما الشهود، لو سمحت لي بس فسر لي اللي فاتت. يعني انا وواحده نعم بنحب بعض اتفقنا ان احنا نتجوز خلاص بقى جواز؟ يبقى ده جواز فعلا. مش لازم الناس تعرف. مش لازم ايه؟ مش لازم الناس تعرف ولا حاجه هقول لك بقى لازم الناس تعرف. في فرق بين شرعيه العلاقه وبين اثبات وحمايه هذه العلاقه. وبالذات بالنسبه للمراه الشرعيه حدثت بالايجاب والقبول. ولكن هذه الشرعيه يمكن ان تهدر ما لم تثبت ولم يكن هناك شهود. يبقى هنا دي حمايه وضمانه الشرعيه. فاهم؟ فقادر احنا قلنا ايه؟ ضروري من شهود وضروري من اثبات. بس اللي احنا قلنا مش ضروري هو الولي. الولي ومصمم على رايك طبعا. المرأة بلغت سن الرشد